تقول عن هالموسم؟ موسم صعب، لما تطالع في جدول الترتيب وما تشوف الشباب في ضمن فرق المقدمة أعرف أنه في خلل. يعني تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن فريق راح بدون إعداد، فريق تعاقبوا عليه مدربين، إدارات، ظروف صعبة، لكن الحمد لله أنه راح يعني انتهى على هذا الحال. وهذه قيمة الشباب. الشباب عنده إرث كبير، عنده تاريخ ارتكز عليه حتى يخرج من هذه الأزمة. وأنا أبصم بالعشرة لو نادي غير الشباب مهما كان اسمه اليوم كان في وضع أسوأ. لكن الشباب الحمد لله قدم موسم في الأخير. أنت جيت عشان تنقذ، هذا موسم إنقاذ. لابد أن الجمهور الشبابي يعرف أن هذا الموسم موسم إنقاذ. تسألنا راضين عن المركز، مركز النادي؟ لا، أنا قلت لك الشباب إذا ما هو ضمن فرق المقدمة ونافس على الدوري ما في شبابي راضي. ونعرف طموح. اليوم لما جينا نعمل في هذه الإدارة في هذا الوقت الصعب وهذه المشاكل، احنا نعرف قيمة الشباب ونعرف طموح الشبابيين. لكن بإذن الله نبدأ العمل من بكرة. البعض يتوقع أنه خلاص اليوم انتهى الموسم يعني إجازة، لا، من بكرة بإذن الله راح يبدأ العمل للموسم الجديد. وإن شاء الله بإذن الله الله يوفق الإدارة في تحقيق آمال وطموحات الشباب. الله يعطيك العافية.